السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتكم مطبخ جوهر اللذة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم السلو اولا السفوف اولا الزميته المكنسيه، الوصفه اللي ما كتخطى حتى شي دار مغربيه، واخا كاين بعض الاسر اللي ما تياكلوهاش في رمضان، ولكن الا درتوا هذه الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله غادي تاكلوها وغادي تولي هذه الوصفه معتمده عندكم، لان كتجي لذيذه بزاف، معلكه، فيها واحد المذاق مميز. لحقا زدت فيها واحد لاستيس اللي غادي تشوفوها معايا في اخر الفيديو، هو اللي غير ليها المذاق. انا متاكده ان الا جربتوا هاد لاستيس اللي غادي نعطيكم ما عمرها غادي تخطاكم وغادي تولي معتمده عندكم. وحتى الطريقه باش تطحني اللوز والجنجلان باش يجي القوام باين فيها مزيان، فما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. وعلى بركه الله غادي ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه، وكالعاده كنتمنى لكم فرجه ممتعه. عندي 4 كيلو ديال القمح اللي شديته غسلته مزيان وخليته حتى نشف مزيان، ضروري ما ينشف مزيان في الشمس باش ما يعطيكمش النخاله فاش تكونوا غادي تطحنوه. والا ما كانش عندكم الشمس مزيانه ممكن انكم ديروا له غير واحد الزويف يكون فازق وتمسحوه وتخليوه يضرب فيه الريح. غادي نحمرو ونديه للطاحونه باش يتطحن، و2 كيلو ونص ديال الجنجان اللي غسلتها من قبل وغادي نحمرها في واحد المقله. يمكن لكم ديروها في كوكوط اللي تكون ثقيله، وردوا البال المكونات اللي كتحمروا باش ما يتحرقوش ويعطيونا المروره في السلو وكيخسروا لنا كاع المقادير اللي كنديرو. غادي نحمرو ونخليه على جنب. وخديت 2 كيلو ديال الكاوكاو اللي مقشر بلا ما نسلقو، غير غسلته بالماء بارد، حيدت منه ديك الغبره ودرتو حتى نشف. من بعد غادي نزيد عليه 3 المعالق زيت المائده وندخلو الفران يتحمر حتى يذهب ويولي ليا بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليه على جنب. ودابا غادي ندوز نحمر كيلو ونص ديال اللوز. عندي هنايا اللوز بلدي، ضروري يكون بلدي حيت هو اللي كيكون فيه داك المذاق زوين. غادي ندير له 3 ديال المعالق ديال الزيت وندهنو مزيان وندخلو الفران. وما ننساش واحد الحبيبات اللي قشرتهم باش نعرف الدرجه ديال التحمار ديالو، واللوز من الافضل تخليوه بالقشره ديالو. دابا غادي نبدا نخلط في المكونات. من الاحسن نوجدوا المكونات الليله من قبل، نحمروا كلشي ونقادوه، ولا غد لي عاد نخلطوا صفوف هكا باش ما كتجينا الصعيبه دغيا دغيا كنساليو. شوفوا تبارك الله معايا الزرع اولا القمح من بعد ما حمرته وديته للطاحونه تطحن، شوفوا تبارك الله كي جاي كيذهب غزال. ودابا غادي ندوزو باش نخلطو سلو. غادي نغربل القمح، ضروري ما تغربلوه باش نحيدو منه دوك الحبيبات اللي كيبقاو ودوك الشوائب اللي كيكونوا فيه. غادي نزيد عليه شويه ديال الملحه، غادي نزيد عليهم 2 معالق ديال النافع البلدي و2 معالق ديال النافع البستاني و2 معالق ديال حبه حلاوه، المعالق يكونوا كبار وعامرين، و4 ديال المعالق ديال القرفه، و400 غرام ديال السكر الثقيل اللي يكون من نوعيه جيده، هذا السكر ما تيكونش حلو بزاف. وغادي نزيد عليهم نص كيلو ديال الجنجلان اللي حمرنا من قبل. وغادي نخلط هاد النواشف جيدا حتى يندمجوا لنا المكونات كاملين اللي درنا، ونزيد عليهم 2 كيلو الكاوكاو اللي حمرنا. غنخلط الكل جيدا ومن بعد غادي نديه للعطار باش نطحنو. الا بغيتو تطحنو غير في الدار طحنو كاوكاو حتى يولي على شكل املو بحال اللي درت معكم في سلو اولا الزميطه اللي درت معكم من قبل. غادي نخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. وها من بعد ما جبتو من العطار شوفوا معايا كيفاش داير تطحن، ما بقاش باين فيه الجنجلان وكاوكاو، رخاو لنا داك الزيت اللي كيكون فيهم. ودابا غادي ندوز نطحن 2 كيلو اللي بقات ليا ديال الجنجلان، غير غادي نهرمشو ما نخليش يتطحن مزيان، غير بحال هذا الشكل. انا نحاول نقربو لكم في الكاميرا باش تشوفوه، غير كيتهرمش شويه. ونفس الطريقه غادي ندير مع اللوز، غير غادي نهرمشو نخليه على حبيبات كبار. كيف ما قلت لكم من قبل الطريقه ديال الطحين ديال المكونات اولا كيفاش تنطحنوا المكونات هي اللي كتخلي لنا داك السلو يكون مميز، كيجي باين فيه القوام كتير واخا ما ديريش فيه كميه اللي هي كبيره. انا حاولت نقربوا الكاميرا باش يبانوا لكم دوك الحبيبات كيفاش خليتهم شويه كبار. ومن بعد غادي ندير 600 غرام ديال الزبده فوق نار هادئه حتى يذوب لنا داك الحليب اللي كيكون فيها كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نبدا نخلط المكونات. درت الجنجلان اللي طحنا وغادي نضيف عليهم اللوز ونخلط المكونات جيدا حتى يندمجوا لنا مع بعضياتهم. انا الصراحه راه كنحطها في الارض باش كنغلب عليها وكنخلطها مزيان. اللي عندها العجانه ممكن ديرها في العجانه، راه كتسهل الخدمه بزاف، واللي ما عندهاش دير بحالي ودلكها شي شويه. هنايا الا لاحظتوا راني كنحيد دوك الطريفات ديال الكاوكاو، خلالي واحد الطريفات باينين غير واحد شويه حيدتهم. من بعد ما خلط المكونات جيدا غادي ناخذ واحد العلبه وندير فيها واحد الكميه، نغلفها بواحد البلاستيك غذائي ونحتفظ بها
ما ندير ليهاش الزبده حتى تسالى الكميه اللي عندي، ونولي عاد نجبدها وندير لها الزبده. وهاد المراحل اللي غادي تشوفوا معايا. ودابا غادي نزيد الزبده على الكميه اللي بقات عندي ونخلطها مزيان. هنايا كيف ما قلت لكم راه ضروري تستعملوا العجانه اولا تبقى تخلطوها بيديكم مزيان. الا كنتم مستعملين دقيق الفورس ممكن انكم تحتاجوا كميه اقل من هذه ديال الزبده. كيف ما كتعرفوا الزرع اولا الدقيق القمح راه كينشف كيحتاج شويه ديال الدهون. ما غاديش ندير الكميه كامله ديال الزبده، غادي نحتفظ بواحد الكاس وغادي تشوفوا معايا شنو غادي ندير به في الاخير. من بعد غادي نخلط الصفوف ديالي مزيان ونغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونخليه على جنب، وندوزو نوجدوا الوصفه السحريه اللي كتغير لك المذاق لهذا السلو. خديت هنايا 200 غرام ديال السكر الاسمر. من الافضل انكم تستعملوا السكر الاسمر لان فيه واحد المذاق زوين بزاف، تيكون فيه المذاق ديال الكراميل مجهد. غنديرو في واحد المقلاة فوق نار هادئه ونخليه حتى يبدا يطلق يولي على شكل كراميل. ونزيد عليه نص كيلو ديال اللوز اللي طحنته بالقشره ديالو. كيف ما كتشوفوا ما طحنتوش بزاف، ممكن انكم تستعملوه بلا ما تطحنوه، ولكن انا باش نحاول على الهشوار طحنته على هاد الطريقه هذه. غادي نزيدو نبقى نحرك مزيان حتى نشوفوه بدا كيتحمر، ونزيد عليه الكاس ديال الزبده اللي بقى ليا وخليته حتى برد واحد شويه. كيف ما كتشوفوا شوفوا الشكل ديالو كيجي كراميليزي مع ديك الزبده، وهذه كتجي فيه واحد النكهه رائعه بزاف. غادي نديرو في الهاشوار ونطحنوه حتى يولي ليا على هذا الشكل، ونضيفو على الصفوف. كيف ما كتشوفوا راه نشف شويه ما بقاش ميدم، لان كيف ما قلت لكم راه كيشرب ليدان. هاد الفكره اللي زدتلو ديال السكر البني مع اللوز مع الزبده راه غيرت له المذاق، عطاتو واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. ما كرهتكم الصراحه كون كنتو حدايا ودقتوه، لان انا متاكده الا دقتوه ولا لا جربتوا هاد الوصفه ما عمرها غادي تخطاكم، غتولي معتمده عندكم. كيجي لذيذ ومعلك وباين فيه القوام بزاف. فكنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتخليو لي رايكم في التعاليق. وفي الاخير ما بقى ليا غير نقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان كريم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وتعليقاتكم المحفزه، واللي مازال ما اشتركاش تنقول لك مرحبا بك اختي، تفضلي اشتركي معنا وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. والى اللقاء مع فيديو ووصفه اخرى ان شاء الله.